قد يشتبه البعض واقعا أنه الإمامة لم تذكر في القرآن الكريم. بداية، الإمامة ذكرت في القرآن الكريم بآيات متعددة، من جملتها الآية 124 من سورة البقرة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذا من هنا نجد أن الإمامة هي عهد الله بحسب الطرح القرآني، وهذا منوط ومرتبط بأئمة أهل البيت عليهم السلام. مضافا إلى ذلك أن الأئمة ذكرت أوصافهم في القرآن، نعم لم تذكر أسماءهم لكن ذكرت أوصافهم، ويستفاد من هذه الأوصاف فضلا عن ذكر الإمامة في القرآن بأنها تمثل أصلا أصيلا، باعتبار كما يقول القرآن الكريم في قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه هنا إشارة إلى موضوع الهداية وبيان الإنذار وتوسيع وتفصيل الشريعة المباركة، إنما هو مرتبط بالأئمة الأطهار، فضلا عما ثبت من مرويات أهل البيت عليهم السلام عن لسان النبي، أيضا الخلفاء من بعد 12 خليفة، وهذا ثابت عند جموع المسلمين. من جملتها أنه لو ذكرنا الإمام صاحب الزمان، من جملتها أنه من مات على غير إمام مات ميتة جاهلية. إذن الإمامة ذكرت في القرآن، وذكرت أيضا كذلك في الروايات، ولكن على الإنسان أن يتأمل وأن يدرك أسرار هذه المعاني على مستوى الأصول كما باقي الأصول الإسلامية المباركة.